وغواصه دولفين مصر بتتباع ب 11 مليار. كرامتنا بعترض ب 11 مليار، ده انتوا تقدروا تدفعوها من جيوبكم. تقدروا تدفعوا الفلوس دي من جيوبكم وانتوا عارفين كده كويس. ايه اللي بيحصل ده؟ يا استاذ محمود، يا استاذ محمود، نعم. هل أترى لو فقأت عيني ثم أبدلتك جوهرتين هل ترى؟ تلك أشياء لا تشترى. صحيح، هي أشياء لا تشترى. فين الكرامة؟ هي أشياء لا تشترى. استغفرك يا رب. أنا الحقيقة مش قادر. جريمة بكل المقاييس. مين اللي هيحاسب الناس دي؟ طب بصفة حضرتك لك منصب رفيع، كيف تواجه هذا الأمر بقى من خلال منصبك؟ من خلال منصبي أنا؟ أيوة. أنا لو أطول أقدم استقالتي حالا. منصبي إيه؟ هو منصبي بيعمل حاجة؟ لا، منصبك رفيع يا فندم، أنت نائب رئيس محكمة الاستئناف. فين المنصب الرفيع؟ ما ديك شايف اللي بيحصل. هو مصر بقى فيها منصب رفيع يا استاذ محمود؟ مصر بقت بتدار بأسوأ من العصر السابق. هي دي الثورة؟ احنا قمنا الثورة دي قامت عشان نتحكم بالشكل ده، وعشان نتباعوا والناس تشترينا وتتفرجوا علينا فضايحنا. هي الثورة قامت عشان كده؟ عشان مين اللي بيدير مصر؟ وبيديرها ازاي؟ والطيارة دي دخلت ازاي قبل اصلا الحكم يصدر؟ وفين الدائرة اللي هتنظر الموضوع؟ هو احنا وصلنا للمرحلة دي؟ مصر وصلت لكده؟ مين صاحب القرار؟ مين صاحب الإرادة السياسية؟ مين اللي قال يعملوا كذا؟ دي ما بتنفيش مسؤولية المستشار عبد المعز، ما بتنفيش مسؤوليته. لكن مين اللي شارك ومين اللاعب الأساسي؟ احنا طول عمرنا هنفضل كده. انتوا عندكم اموال تقدروا تغطوا بيها ال 11 مليار، وعايزين نقول لكم عليها بالملايين نقول لكم عليها. مصر ما بتدفعش ال 11 مليار، هات الفلوس اللي اتنهبت. اللي بيحصل ده جريمة. الشعب ده هيفضل صابر لحد امتى؟ عملتوا فيه كل حاجة، رميتونا في الزبالة، عايزين ايه تاني مننا؟ اذا ما كنتش قادر تدير ارحل، اذا كنت خايف ارحل. اذا كان هو كل موتك ارحل. انما ما تبيعش مصر، ما تبيعش وطن عشان خاطر مليارات ايه؟ اللي حصل ده جريمة. الناس دي لازم تفوق، لازم تعرف ان احنا مش هنسكت. طب ممكن نعمل ايه سيادة المستشار؟ يعني لازم يبقى لنا وقفة كلنا لازم يبقى لنا وقفة. الجريمة دي لو عدت انا عن نفسي ما يشرفنيش ان انا اشتغل في مصر. منصب ايه المنصب الرفيع؟ هتعمل بايه المنصب الرفيع؟ هتعمل بايه لما تبقى اعلامي بارد ولا مستشار ولا قاضي ولا ضابط ولا غيره؟ اذا كانت كرامتك بتتدهور كل يوم هتعمل بها ايه المناصب؟ هتعمل بايه المنصب؟ اذا ما كنتش عايش في وطن يستاهل ان احنا ندوس ترابه، نمرمخ كرامته، نبيعه. عندك حق. اللي حصل ده انا منتظر شيخ القضاء المستشار حسام الغرياني. انت فين؟ اجري تحقيق. وهي دي مصيبة القضاء الغير مستقل، هي دي مصيبته. وعشان كده قلنا بدل المرة 100 مرة لازم القضاء في مصر يبقى مستقل، وهم قالوا بدل المرة 100 مرة القضاء مش هيستقل. بس هو اسمح لي يا سيادة المستشار، هو اللي صدر من سيادة المستشار عبد المعز ابراهيم ممنوع، دي قانون منعه، ممنوع سيادة اي حد يتصل بسيادتك ولا رئيس الجمهورية اثناء عرض قضية عليك.
ده ممنوع اصلا. ده ممنوع طبعا. مش محتاج قانون جديد ولا قانون القضاء ولا حاجه، ده ممنوع اصلا. دي جريمه، دي الوساطه دي جريمه. جريمه على اللي بيتوسط، وانا لو قبلتها كقاضي تبقى جنايه، يعني عليه هو جنحه، عليا انا كقاضي جنايه. دي مصيبه. انت سيادتك كنت في مجلس القضاء الاعلى النهارده؟ واحنا قدمنا بلاغ طبعا، احنا قدمنا بلاغ لمعالي النائب، وقدمنا بلاغ لرئيس السلطه القضائيه، وقدمنا بلاغ للوزير. فين انا ما اعرفش ازاي قاعد وزير لحد دلوقتي، وفين رئيس الوزراء اللي قال مصر لن تركع؟ اهي ركعت يا سيدي الفقير. انت كنت بتضحك علينا وتقول ان مصر ما بتركعش؟ ادي احنا كلنا ركعنا، الفقير بقى. ادور على وزير عدل يستقيل، ارجع لعبد العزيز باشا فهمي؟ مش لاقي وزير زي عبد العزيز باشا فهمي، نروح ندور في دفاترنا القديمه فين وزير العدل؟ اسمع قولنا مستقيل. اذا كانت مصر هيديروها بالشكل ده، لا بالسلامه، ديروها بمعرفتكم، ديروها بس بعيد عننا. سيادة المستشار، انا يعني مدرك تماما اللي بتقوله يعني، وانا عارف قد ايه يعني، انما انا يعني مش عايز ازعجك اكتر من كده. انا بشكرك سيادة المستشار وليد الشافعي نائب رئيس محكمة الاستئناف. اعتقد انه سيادة المستشار وليد يعني بيفجر غضبه واللي موجود جوه كل الناس. وعلى فكرة اللي بيقولوا على 11 مليار دي انا قلتها ومحدش عبرني. يعني انا هوقف البرنامج كده 3 دقايق عشان اقول لكم الحكايه دي، عشان تعرفوا البلد ماشيه ازاي. راحوا قطعوا من الفاتوره بتاعت التليفونات 50 قرش كل شهر من الناس اللي معاها كارت. اللي معاه كارت ده يعني اللي هو يعني على قد حاله، معاه تليفون كارت بيشحن كل شويه ب 10 جنيه ب 15 جنيه. طب هاتوا الفاتوره، اللي بيدفع اكتر من 150 جنيه خدوا منه 10 جنيه في الشهر، اللي بيدفع 300 جنيه خدوا منه 15 جنيه في الشهر لمده سنه او سنتين، دول يعملوا المبالغ اللي انتوا عايزينها. لا بلاش كده، قلنا كل واحد عنده 20 مليون ولا 10 مليون يدفع ضرايب سنتين جايين مقدما، وناخدهم منه بالقسط على 5 سنين. تعمل لنا 200 مليار من المصريين بس، بالحزب والورقه والقلم كده، واعملها قدام اي حد في ثانيه واحده. لان احنا من 15 سنه كان عندنا ربع مليون مليونير. مليونير يعني مش عندهم 2 مليون 3 مليون، لا عندهم فوق ال 100 مليون. ربع مليون 250 ألف. لو خدنا من كل واحد منهم مليون هنعمل 250 مليار. خلصت القصه، خلصت القصه. ومش هناخدهم منهم، مش هاخدهم منهم، هاخدهم سلف واديهم لهم بعد سنتين في ممثلين في الضرايب. ما حدش عبرني، انما راحوا عبروا مبادره تلم من الموظفين وبعتوا ورقه للموظفين كل خصم يوم من مرتبه. خدوا من الغلابه برضه خدوا من الغلابه وسابوا اللي عندهم فلوس زي ما هم. ايه البلد دي؟ ايه دي؟ احنا عندنا تقرير عن سيوه واللي حصل. لا قولوا سيوه ولا نزلوا سيوه بقى. تقرير عن سيوه واللي حصل في سيوه، زميلنا محمد فوده المخرج عمل